السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. لو أول مرة بتشوفوني يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وشير ونبتدي مع بعض الفيديو. شوفوا احنا هنقدر نعمل ايه بالشمع. دلوقتي انا رسمت على ورقة، ورقة زبدة او اي ورقة بتدهنيها، اهم حاجة بالكريم او بزيت، علشان خاطر لما تيجي تشيلي اللي احنا هنعمله بالشمع ده يتشال. فانا رسمت هنا رسمة قلب. ممكن تعملي على وردة، على شكل وردة، او تعملي شكل دايرة، الشكل اللي انتي عايزاه. دي هنعملها كسترات او مفارش اللي تتحط على السفرة. المفارش دي او الكسترات دي انا شفتها غالية جدا. تقدري طبعا انتي تعمليها باي حجم، عايزة تعملي حجم صغير، عايزة تعملي حجم كبير، ده بيرجعلك انتي. بس انا شفت الكسترات دي بتتباع في محلات بتبيع اللي هي الديكورات التركي اللي هي الجديدة دلوقتي. الكوستر ده ب50 جنيه، والخمسة على بعض ب250. فقلت ليه ممكن انا اعمله بالشمع زي ما عملت الغطا بتاع البرطمان قبل كده، او غطا العلبة عملته من السيليكون اللي هو الشمع ده. فاحنا ممكن نعمل بقى مفارش بتتحط على السفرة قدام كل واحد، بتحط عليه الطبق، او بتعملي مثلا للكوبايات بتحط عليها الكوباية او المج، زي ما انتي عايزة بتعملي الشكل اللي انتي عايزاه. مش هتكلفك تقريبا 4 جنيه هو كله على بعضه، لان مثلا انت هتستخدمي واحدة شمع او اتنين، الواحدة ب1.50 جنيه بس، وفي الاخر هتديكي نتيجة جميلة جدا ان شاء الله. هنلونها زي ما انتوا عايزين، في الوان بتتباع. انا استخدمت السبراي اللي هو الرش. ده العلبة ب15 وفي ب25. بيبقى على حسب البلد، وكمان اللي هو ب25 اكتر منه شوية. في بقى كل الالوان، انا هنا استخدمت اللبني بس هو طلع غامق شوية، انا كنت عايزاه فاتح زي البرطمانات اللي انتوا شايفينها قدامكم. وعملت الابيض. ففي بينك بقى وفي الوان كتير قوي، انتم ممكن تعملوا اللون اللي انتوا عايزينه. فانتم بتملوا القلب ده. انا عملته نص دايرة يعني زي ما انتوا شايفين، بس مش عارفة هي واضحة لكم ولا لأ، لان هو كده كده هو شفاف، فمش عارفة هيبقى واضح لكم. وبسيبه ينشف وبعد كده بخرجه بالشكل ده. وعموما انا هعمل واحدة برضو تاني علشان تشوفوها اكتر وتبقى اوضح ليكم. بعد ما نشفت ادي ده السبراي اللي انا استخدمته، كنت جايباه من العتبة، وهتلاقوه عند اي حد بتاع بويات، موجود عادي ومتوفر. وبترشوا كده. اهم حاجة تبقوا دهنين الورقة كويس بكريم او فازلين مثلا، او اي نوع زيت. وبيطلع زي ما انتوا شايفين اهو. ادي دي اول واحدة. طبعا زي ما قلت لكم انتوا عايزين تعملوها مدورة، عايزين تعملوها اي شكل، عايزين ترسموا جواها تعملوا اي اشكال ورد او اي حاجة، برضو براحتكم انتوا. اهو بالشكل ده، بصوا عامل ازاي، بيبقى على السفرة شيك جدا، بيبقى قدام كل واحد. بتحطي مثلا قطعة من دي. اهو اوريكم بقى انا عملت ازاي بالظبط. اهو رسمت القلب كده، وهنا الفازلين اهو. مش لازم على فكرة تعمليه على ورق زبدة، ممكن تعمليه على لو عندك اي مراية او اي ازازة يعني بتاعت مثلا الكومودينو بتاعك، ممكن تعمليه عليها مفيش مشكلة. وبتمشي كده، بس تحاولي ان انتي تقلي الخطوط شوية عشان ما تبقاش عندك ضعيفة. اهو كده بالشكل ده. على فكرة الورق ده اللي انا بستخدمه ده الورق بتاع
الورق بتاع الحيطة اللي انا عملته، اللي انا لزقته على السيراميك، شيلته. وبعدين قلت ممكن استخدمه في اي حاجة، يعني ممكن اجي ادهن عليه مثلا، او استخدمه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بصوا انا بعمل، هو تقريبا واضح، بعمل اهو زي نص دايرة كده وبشبكهم في بعض. وعلى فكرة لو جيتي تشيليه ولقيتي في حتة مثلا فاضية، ممكن انتي عادي بتدوسي عليها بالشمع، مفيش مشكلة. اهو كده. بحاول برضو ان انا لو في اماكن شايفاها ان هي فاضية بحاول املاها. وعلى فكرة الفكرة دي ممكن تخليكي تعملي افكار تاني كتير، يعني ممكن زي ما انا عملتها، زي ما قلت لكم في غطا العلبة، ممكن تعملوها مثلا يعني لو جبتوا طبق مثلا وعملتوا من تحتيه كده، دهنتوا وعملتوا برضو عليه، هيطلع لكم طبق اي شكل انتوا عايزينه هيطلع لكم، ادام انتوا ماشيين على الخطوط اللي انتوا عاملينها. بعدين انا بفكها كده بعد ما نشفت، شايفين شكله عامل ازاي. وطبعا بيبقى فيه خيوط مثلا، دي بتشيليها بسهولة لما بتلاقي مثلا في خيوط، وهوريها لكم دلوقتي اهي. بصوا عاملة ازاي. وانا هنا هرشها باللون الابيض. طبعا اللون ده اختيارك انتي. وادخلوا برضو وشوفوا الكسترات دي بتتباع بكام وفي المحلات التركي بتتباع بكام. وانتوا تقدروا تعملوها بسهولة جدا جدا، حاجات سهلة قوي قوي. بصوا شكلها عامل ازاي، وانا شلت الخيوط اهي قدامكم، وانتوا بتشيلوها عادي مفيش اي مشكلة. شايفين اهي بتتشال بسهولة جدا، عشان يبقى شغلك منظم وشكله حلو. وده بيبقى شكله في النهاية. وانا هنا بشيل برضو بقية الخيوط. يا رب تكون الفكرة عجبتكم وتكون سهلة بالنسبة لكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس